صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض مندي الفراخ بطريقة سهلة جدا. هنعمله في الفرن، مش هنحتاج ان احنا ندور على حطب وندفنه في الارض زي ما بيتعمل في المطاعم. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف مع بعض مكونات الرز اللي هنبتدي بيها الاول. معايا هنا قرفة عيدان وقرفة مطحونة، ومعايا نجمة ينسون، ومعايا ليمون مجفف وملح وقرنفل وحبهان، ومعايا هنا كمان بصل مقطعاه قطع صغيرة، ومعايا جزراية صغيرة مبشورة، ومعايا هنا رز بسمتي كنت غسلاه ومصفية المية بتاعته. اول حاجة هبتدي بيها ان انا هسخن الطاسة بتاعتي واحط فيها شوية زيت. هحط هنا البصل بتاعي اشوحه شوية لغاية لما يدبل معايا. بعد كده هضيف هنا الجزر بتاعي، برضو هشوحه شوية لغاية لما لونه يتغير مع البصل. بعد كده هضيف بقى البهارات بتاعتي، علشان اطلع الطعم بتاعها لازم اقلبها شوية على النار. وهضيف بقى هنا الجزر والبصل والبهارات على الرز، ونقلبهم مع بعض كويس قوي، ونركنهم على جنب لغاية لما نتبل الفراخ بتاعتنا. هتلاقوني كاتبالكوا المقادير كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. ويلا بينا نتبل بقى الفراخ بتاعتنا. معايا هنا البهارات، ملح وفلفل اسود، ومعايا قرفة وجنزبيل وبهارات فراخ وكركم وحبهان مطحون. بهاراتها بسيطة جدا وسهلة. معايا هنا ربع كوباية من الزيت، ممكن نستعمل زيت زيتون او زيت نباتي الموجود عندنا. ومعايا هنا الفرخة انا كنت منضفاها وحطاها في محلول النقع. ومعايا هنا ليمونتين. وهنحط هنا بقى نبتدي نحط البهارات بتاعتنا. اول حاجة هحط هنا معلقتين كبار من الخل الابيض. انا بحب احط الخل والليمون على المندي، علشان طبعا احنا مش حاطين اي بصل ولا توم ولا اي حاجة من الكلام ده، فبالنسبة لي الليمون والخل هيطري الانسجة بتاعت الفرخة بتاعتي. هبتدي بقى هنا احط الزيت واحط عليه الليمون، وبعد كده هحط البهارات كمان عليهم ونقلبهم مع بعض كويس قوي. قبل كده انا كنت عاملة معاكم محلول النقع ده، كان عبارة عن لتر من المية، عليه ربع كوباية من الملح وربع كوباية من السكر. بندوبهم كويس قوي في المية، وبعد كده بحط عليهم ليمونتين كبار، وبنقع فيهم الفراخ بتاعتي او اي نوع من انواع الطيور. اقل وقت بننقعه في المحلول ده لمدة ساعة. المحلول ده فايدته ان هو بيطلع اي ريحة مش مستحبة في الفراخ او الطيور، وفي نفس الوقت بيطري الانسجة بتاعته، وبيخلي الفرخة مثلا لو حاطينها في المحلول ده طول الليل بيخليها طرية وتستقبل اي نوع من انواع التتبيلة وتتشربها كويس اوي. ودلوقتي هبتدي بقى اتبل الفرخة معاكم. انا كنت جايبة الفرخة هنا وعاملة فيها فتحات من عند الورك ومن عند الصدر، علشان تستقبل التتبيلة بتاعتنا وتتشربها كويس قوي، وتبقى واخدة الطعم من جميع النواحي. وبعد ما بتأكد ان الفرخة بتاعتي اتبلت كويس قوي، هجيب بقى صينية الرز هنا. طبعا احنا عارفين ان كوباية الرز البسمتي عليها كوباية ونص من المية، ده كده المقدار المظبوط بتاع الرز. وطبعا بيبقى مكتوب على الرز طريقة تحضيره ازاي. ما ننساش نشغل بقى الفرن بتاعنا على درجة حرارة 190، او نسخنه لمدة نص ساعة، نكون مشغلينه قبل ما نحط الاكل فيه. هغطي هنا بقى الصينية بتاعتي بالفويل، هحط طبقتين من الفويل عليها.
بعد كده هخرم الفويل ده علشان احط عليه الفراخ بعد كده. او لو عندك شبكة ممكن تستغني عن الفويل ده وتحطي الشبكة على طول وعليها الفراخ بتاعتك وبعد كده تغطي. وطبعا بحط هنا طبقة من ورق الزبدة على الفراخ عشان ما تلزقش، واغطيها كويس قوي بالفويل. هتاخد معانا مدة تسوية ساعة ونص. وبعد الساعة ما تعدي اكشف الفراخ كده واحطها تحت الشواية بعد ما اتأكد انها استوت كويس قوي. وده كده شكل المندي بتاعنا بعد ما خلص. بجد الصورة تتحدث عن نفسها. آه طالع تحفة جدا، مظبوط من غير اي تعقيدات، وطالع معانا بمنتهى البساطة ومستوي جدا وطعمه حلو قوي. بصوا هنا الرز طالع مفلفل ومظبوط معايا مش معجن. وفي نفس الوقت الفراخ بتاعتنا مستوية كويس قوي، دايبة كده زي ما بيقولوا. آه طعمها حلو قوي. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة دي. بجد لو حبيتوا تعملوا عزومة هتشرفكوا جدا وهتنبسطوا منها قوي قوي. آه، اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عندي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعملوا شير للفيديو مع اخواتكم واصحابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.